السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الفاصوليا المطبوخة. الفاصوليا بتاعتي النهارده هقول لكم هتسويها ازاي. ان شاء الله في ربع ساعة هتسوي الفاصوليا بتاعتك. قبل ما تحطيها في الصلصة هتكون مستوية. احنا مش هنسلقها النهاردة طبعا ولا هننقعها ولا حاجة. انا هقولك على طريقة سهلة جدا، وان شاء الله في ربع ساعة هتكون الفاصوليا بتاعتك مستوية معاكي وهتكون جميلة جدا بمكون واحد. والله بجد الطريقة دي جميلة جدا وهتسعف معاكي الوقت. انا حبيت اوريكي قبل ما احط عليها المكون. وبصي يا دوبك وهي لسه، بصوا، ما عدش عليها 10 دقايق وبقت ما شاء الله عليها. هتوفر معاكي وقت، وطبعا ما توفر معاكي غاز، ما تاخدش منك برضو وقت كتير في السليق. الطريقة دي سهلة جدا. عبال ما تسبكي الصلصة بتاعتك بجد بجد هتلاقي الفاصوليا بتاعتك استوت خالص. والطريقة سهلة جدا. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول، واللي ما عملش لايك يعمل لايك ونشاهد الفيديو شوية. ويا رب يعجبكم حبايب قلبي. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده معايا الحلة بتاعتي فيها بصلاية متوسطة. اخرطها قطع زي ما انتم شايفين كده، واحط بقى مادة الدهنية بتاعتي. عايزة تعملي بسمنة بزيت على حسب ما انت حابة. انا حطيت طبعا زيت. وطبعا اول البصلة ما اصفرت مني كده نزلت عليها بشفشق الطماطم طبعا مضروب، مخروط في الخلاط. حطيت طبعا هنا اول بصلة ما اصفرت معايا حطيت عليها الصلصة، وهنسيبها بقى ايه تسبك كده. طبعا انتي قبل ما تبدأي في الصلصة ممكن تعملي تبلي الفاصوليا معاكي. هقولك تعمليها ازاي. احنا كده هنسيب الصلصة بتاعتي تتسبك. بس انا عملت الطريقة ديت قبل ما ابدأ اسبك الصلصة. انا كده حطيت الصلصة تتسبك على النار. معايا الفاصوليا بتاعتي منقياها ومغسولة كويس، ومعايا معلقة صغيرة من من الكربوناتو. معلقة صغيرة من الكربوناتو بجد بتخلي الفاصوليا بتاعتك في ربع ساعة تستوي. ومعايا الكاتل بتاعي شغال، طبعا مية مغلية في الكاتل او في حلة على البوتاجاز. وهنفضي بقى معلقة الكربوناتو عليها الكاتل بتاعي. ده نص كيلو فاصوليا حطيت عليه ملو كاتل، يعني لتر ونص مية. وهنسيبها كده ونغطيها. بجد بجد في ثواني هتلاقي فاصوليا نفشت معاكي واستوت. بصوا انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا البخار. بصوا البخار طالع اهوت. وبصوا الفاصوليا بسم الله ما شاء الله. بجد الطريقة دي جميلة جدا تعملي بيها كل البقوليات بتاعتك، الفاصوليا، اللوبيا، الفول. بجد طريقة جميلة جدا وسهلة وبتبقى سريعة جدا وبتسعف معاكي الوقت لو انت مستعجلة. بصوا انتوا لو لاحظتوا برضو انا غطيتها وسبتها كمان شوية صغيرين. لو لاحظتوا وانا بقلب هتلاقوا فيه بخار تاني لسه طالع. خلاص كده الفاصوليا بتاعتي استوت معايا. ما قعدتش معايا ربع ساعة منقوعة يعني. لما تبقى في المية كده بتبقى سخنة، يبقى هي لسه يعني زي ما انتوا شايفين. انا مش بكذب عليكم. بصوا ما شاء الله استوت ازاي. احسن حاجة الفاصوليا تبقى صحيحة كده وتحطيها في الصلصة تاخد من الصلصة بيبقى طعمها جميل جدا. احلى من انك تسلقيها وتبقى تنزل كل النشا بتاعها وتبقى تتهرى منك. لا، لما تحطيها صحيحة كده زي ما انتوا شايفينها يبقى كده ايه هتبقى طعمها جميل وتاخد معاكي وتدي في الصلصة. انا كده خلاص سبت الفاصوليا بتاعتي في المية بتاعتها. وبعد كده الصلصة بتاعتي بدأت تتسبك. حطيت عليها واحدة مرقة فلفل اسمر، 7 بهارات على حسب بقى انت ما بتحبي تظبطي الصلصة بتاعتك. طبعا هنا اثناء ما الصلصة بتاعتك ما تتسبك لو عندك حتة لحمة مستوية ممكن تحطيها بتبقى طعمها جميل. انا كده عاملاها قريحي بس انا حبيت اقول لكم طريقة سلق الفاصوليا. انا بوريكم طريقة سلق الفاصوليا تسلقيها ازاي او تسعفي في سلقها ازاي. وحطيت طبعا ظبطت الملح بتاعي. هنا الصلصة بتاعتي بسم الله ما شاء الله اتسبكت. زودتها مية. المية بتاعتي اللي هي تبقى ايه تكفي تاخد وقت معايا في السليق. ولما تحبي تزودي الصلصة بتاعتك تزوديها مية سخنة. البقوليات بالذات تزوديها مية سخنة، ما تزوديش مية ساقعة. هنا ظبطت بقى الصلصة بتاعتي في المية بتاعتي في الفاصوليا. وحطيت الفاصوليا زي ما انتوا شايفين نار هادية كده وتستوي بقى كده مع نفسها. وبعد كده حبيتي تزوديها مية زودي، محبتيش خلاص يعني على حسب هي ما تستوى معاكي. بس هي مش هتاخد وقت معاكي في السوا يعني.
انا خدت معايا غلوتين وخلاص كده شربت من طعم الصلصة الجميل. وزي ما انتوا شايفين كده، بصوا بسم الله ما شاء الله استوت معايا. الطريقة ديت، طريقة السلق ده او النقع ده، بتبقى لللوبيا، الفاصوليا، الفول، في ثواني بتلاقيه ما شاء الله. بس اهم حاجة نشطف الفاصوليا كويس من النقع دوت من الكربونات، وبنشطفها تحت الحنفية ونحطها في مصفى الصفة، وبعد كده نفضيها في الصلصة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده الفاصوليا الجميلة. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم.